قال: لم ينتهي زمن الصحابة بعد، ما زالوا يسيرون على ذات الدرب، لم يكلوا ولم يملوا، ما زالوا يواصلون المشوار. فكم من عمير بن الحمام الآن في شوارع غزة ينسج ذلك الجهاد وينسج تلك البطولة من جديد. كم من عمرو بن الجموح الآن في شوارع غزة وفي شوارع إدلب يعيد لنا درب الجهاد ويعيد لنا درب الشهادة. لم ينتهي المشوار وما زال الطريق طويل، وما زال أمثال الزبير وطلحة وعمير وخباب وخبيب، وما زال أمثال الرجال يواصلون الطريق. أحبتي، تعود البطولة والملحمة من جديد ليصدرها أبطال غزة ليفتحوا صفحة جديدة من التاريخ. يا كاتب التاريخ، يا كاتب التاريخ، مهلا لا تغلق الصفحات. يا كاتب التاريخ، مهلا لا تغلق الصفحات. ما زال أبطال غزة يصوغون التاريخ من جديد. لم ننسى ولن ننسى صبيحة يوم 7 أكتوبر، تلك الصبيحة التي غيرت مجرى التاريخ، تلك الصبيحة التي أوصلت لهذا العالم أن إسرائيل وهم في وهم، وأن إسرائيل سراب في سراب. تلك القوة المدججة وذلك الجيش الذي لا يقهر قهره أبطال غزة، ذلك الجيش الذي تخافه جيوش العالم، ذلك الجيش الذي يقف ليضرب له حكام العرب السلام خوفا وخجلا، مرتغه أبطال غزة في التراب وداسوا عليه بالبساطير. فقف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم لغزة وحي من فيها، إن أسود الله تحميها. لله دركم يا أبطال غزة، لله دركم يا رجال غزة. والله إننا نضع أبطال غزة تاجا على رؤوسنا، كيف لا والله وقد رفعوا رؤوسنا كلنا. حق لنا والله أن نضرب لهم سلام الرجال وسلام البطولة. عليك السلام يا غزة، صبحا ومساء، عليك السلام وأنت تقاتلين، عليك السلام وأنت تجاهدين، عليك السلام وأنت تقدمين الدماء والأطفال والنساء والرجال والأشلاء في سبيل الله. عليك السلام يا غزة، يا حبيبتي يا غزة، يا قرة عيني يا غزة. رفعتي رؤوسنا والله، يا أبطال غزة رفعتم رؤوسنا، يا رجال غزة رفعتم رؤوسنا، يا أبا عبيدة رفعت رأسنا، يا مجاهدي غزة، يا مقاومي غزة رفعتم رؤوسنا عالية. لله دركم وعلى الله أجركم. يا ربي ترى حالنا ولا يخفى عليك مآلنا. يا ربي ترى في غزة الآن شبابا سجد وشيوخا ركع وأطفالا رضع تهدم عليهم المباني، وعائلات يا ربي تمسح بأكملها من السجن المدني. يا ربي ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواه، يا ربي ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواه. يا ربي حرك جند السماء، يا ربنا يا ربي حرك جند السماء. يا مدرك التارات أدرك ثأرنا، يا مدرك التارات أدرك ثأر الأطفال، يا مدرك التارات أدرك ثأر الرضع، يا مدرك التارات أدرك ثأر النساء. يا ربي تراهم وترى دموعهم وترى أنينهم. يا ربي غزة، يا ربي غزة.
غزة، يا رب غزة، يا رب كن لهم عونا ونصيرا وناصرا ومعينا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن خذلهم، اللهم عليك بمن تركهم وحدهم يا رب العالمين. أقول أيها الكرام، رغم كل ما قدمناه غزة لم يبقى إلا الله، لم يبق لنا إلا الله، فيا ربي يجبر كسرنا، وعليك بمن خذلنا، إلى أصحاب التيجان المتخاذلة، إلى من خذلنا وكان بإمكانه أن ينصرنا، تفا عليكم أينما كنتم، إلى من كان بإمكانه أن ينصرنا فخذلنا، إلى من يراقبنا الآن وبإمكانه أن يجيش الجيوش لنصرة غزة. ألا لحقت ركابي أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، من أن أقيم ليلة القدر عند الحجر الأسود. أحبتي، وقف سعد رضي الله عنه ببضعة آلاف أمام إمبراطورية قال عنها مؤرخو التاريخ ما أشرقت شمس الحياة على إمبراطورية أعظم وأعتى من إمبراطورية رستم، إمبراطورية يتجاوز عدد جنودها 100,000 مقاتل، ناهيك عن الأسلحة الحديثة في ذلك الزمان، وما يملك سعد إلا 10,000 مقاتل. ماذا يصنع؟ على أقوى حكومة في الشرق الأوسط مجتمعة على مدار 11 يوم لم تغادر مكاتبها، وهي تريد أن ترد ولا تعرف. لله درهم من رجال، لله درهم من أبطال. ما الذي فعلتيه بنا يا غزة؟ ما الذي فعلتيه بنا يا غزة حتى يقف اليوم كل عربي حر رافعا رأسه، كي يقف كل مسلم حر اليوم رافعا رأسه؟ ما الذي صنعتيه يا غزة؟ لله درك أيها الملتم، لله درك أيها الضيف، لله دركم يا أبطال غزة. بيضتم وجوهنا في زمن اسودت فيه الوجوه، رفعتم رؤوسنا في زمن دلت فيه الرؤوس. لله دركم يا أبطال. ولسان حالكم فليحرقوا النخيل بساحنا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلة، وليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليل. نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. يا حبيبتي يا غزة، يا قرة عيني يا غزة، يا رب ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواه، يا رب ضاقت على أهل غزة فمن لهم سواه. يا رب حرك جند السماء، يا رب حرك جند السماء، يا رب حرك جند السماء. يا مدرك الثارات أدرك ثأرنا، يا مدرك الثارات أدرك ثأر الأطفال، يا مدرك الثارات أدرك ثأر الرضع، يا مدرك الثارات أدرك ثأر النساء. يا رب تراهم وترى جموعهم وترى أنينهم. يا رب غزة